هايك وحدة سألوها بالمقطع ايش قالوا لها؟ قال لها شنو معنى كومة؟ كان تقول له يعني الحياة، الاستقرار. شلون حليق؟ شلون حليق؟ وما في الشعر خانوني ما خانوا. خلنا نشوف خانوني ما خانتهم. السلام عليكم. عليكم السلام عزيزي. شلونك خيتي؟ هلا كل الهلا. شنو يعني معنى الاستقرار بروح ابوك؟ يعني معناها الأمن. ايه. يعني استقرار، أني مستقرة، يعني يصير عندي رجل وأستقر. ايه. يعني أنت معناها تاخذ لك مرة وتستقر وبلي صياعة. نعم. إيه. نعم. لا بروح ابوك الهي نقرا شلون؟ عفوا؟ الهي نقرا. يعني شنو نقرا؟ مو نقرا، نقرا. تناقر. امم ليش تناقر اذا انت ملبي احتياجاتها؟ ليش المرة تناقر؟ شنو بالله لبى حكاياتها مدري حوايشها شنو هو احتياجاتها كانت غير، يعني مثل ما حطيت الشفقة براسك هم شوف المرة ايش محتاجة، منقصة قضية معجون بالبيت حتى تسوي لك لقمة، منقصة فشي بنفط ماعتها. لا الحوش خير من الله، مترس شلون؟ نعمة نعمة نعمة. يعني انت تريد تقنعني ملبي احتياجاتها من كل النواحي وتناقر بيك. شنو بالله اعطيني موضوع ابن العباس وروح امك، وروح امك الغالي. ايه. شنو؟ وروح امك ايش بيك؟ شنو بروح امي؟ ايش اقول لك وروح امك كلهن منبيهن. ملبين زين شنو؟ اعطيني وحده من هاي المناقره، اعطيني وحده وانا هسحل لك اياها. شو تقول لك؟ اعطيني وحده من يمهن. بس اقول السؤال بروح ابوك. ايه تفضل. الى منبه الى مسموع لي انا هذا السؤال. ايه خارج سؤالي يعني خارج قوس من عندي. الى منبه حوايجها كلها وراتب عده وتخون برجلها، شو اسوي لها هاي؟ ما عندنا. تريد تقنعني انه هي بالعراق وعدها رجل وتخون، هم تخاف شوي هم تنكتل. لا وروح بيت بيناتنا العباس هياها بصف جارتك كفيلك الله راتب عد رجلها وهاي وتخون برجلها بعد. عيب عليك كتل، العيب مو بيها، العيب بيك كتل. شلون بالله؟ لأن أنت خلي روحك بمكان هذا الرجال، لو أنت شريف وراضح علي بطاهر قول هذا مقام خيي. شلون أخونا خي وخي طالع بالواجب وهي جارتك؟ العيب بيك. مو أني. ها مو أني. ها كان مو أني الأخون. ها بناتنا العباس أنا مالي. شو يا من تخون؟ ويا غيري. شو من هو غيرك تعرفه؟ شلون ايش مدرك انت؟ أنا أدري. أنت شلون تدري؟ يعني جارتهم إيه يوميا يطبوا لها 2 3. يطبوا لها 2 3 دول منين؟ 2 3 من المنطقة منين؟ إيه من المنطقة. من المنطقة تعرفهم أنت؟ إيه أعرفهم. زين إذا أنت شريف ونزيه وتعرف هذول، يعني تاخذهم على جهة قل لهم ترى الله فوقانا. زين الله فوقانا. قل له الله فوقانا. نزل الأخ.